صباح النور البنات، صباح الخير. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تشوف هذا الفيديو ان شاء الله تكونوا كامل في وفرة، ان شاء الله تكونوا كامل في نعيم، في صحة، في هناء، ان شاء الله تكونوا كامل مستمتعين. انا راني بخير الحمد لله. اليوم حبيت نشارك معكم كما العادة روتين خفيف، ان شاء الله نكون خفيفة على قلوبكم، وحابة نحكي في واحد الموضوع ان شاء الله يفيدكم. يعني حبيت نشارك معكم يوم من يومياتي، يعني باش تستمتعوا معايا. ونفس الوقت انا ما نحبش نتفرج فيديو ما يكونش فيه يعني موضوع مهم او نستفاد منه، فتستمتعوا معايا وفي نفس الوقت يعني تستفادوا من المواضيع اللي نحكيهم. فاليوم جات عندي اختي وحبيت نشارك معكم يعني شادرت في هذا النهار واش طيبت لها الغداء، وان شاء الله الموضوع اللي رانا نحكي فيه يعني تستفادوا منه كما قلت لكم. فلهنا مع الصباح كما العاده، يعني كما كامل الناس تنوض تغسل ولا تدوش وتحضر الفطور تاعها. كما راكم تشوفوا لهنا بديت نحضر في الفطور تاعي باش نريح مع روحي هكا. وبما انه كانت اليوم اختي جايه عندي فما بغيتش نجبد يعني ميناج يعني ونرون كامل الدار، فجبت غير كان عندي غير طبق القش، يعني حاجه خفيفه تاع ولادي. استفتها ودرت تنظيف خفيف للغرفه تاعي كما راكم تشوفوا. يعني ما حبيتش نجبد كامل الميناج، يعني بروحي كان عندي زعما كانت عندي الدار نقيه، ما بغيتش نكثر على روحي، فحبيت برك نشاغل بالغدا اللي بغيت نديرها لها، ويعني ونستغل الوقت معاها، يعني نجمع معاها ما نقعدش غير نقي. ف درت لهنا بالنسبه للغدا اللي درتها لها درت الكبده بلا صوص. اذا حبيتوا نشارككم الوصفه يعني سهله. درت لها الكبده وفخيت وسلطه، يعني حاجه خفيفه يعني بروحها. راكم عارفين الصيف نبغوا اكلات خفيفه. ف لهنا انشغلت مع الغداء، ويعني كنت نوجد قبل ما تجي. لما جات كنت عاده كنطيب يعني، وهي تعاوني اكيد، فاختي ماشي ضيفه. ف نخليكم مع الفيديو ونبدا في الموضوع اللي حبيت نحكي فيه اليوم. بالنسبه للموضوع تاع اليوم بزاف يعني بزاف من النساء يعني كاين اللي حكاو معايا وقالوا لي كيفاش نتعاملوا مع الصمت العقابي تاع الشخصيه النرجسيه او تاع العلاقه السامه. ونظن كامل تعرفوا هذا الصمت العقابي اللي براتيكيه او اللي طبقه الشخص النرجسي مع الضحيه تاعه. وبحكم اني انا عانيت بزاف من هذا من هذا الصمت العقابي، فنحسن العون تاع بزاف من الناس، لانه هذا الصمت العقابي مر اشد المرار. لانه لما الضحيه لما ما تكونش واعيه وما تكونش فايقه بالالاعيب تاع هذا الانسان، ما تكونش عارفه روحها اصلا بلي راهي في هذه علاقه سامه، فاكيد راح ياثر عليها بزاف. فهذا الصمت العقابي حبيبتي طبعا بالنسبه اللي راهم يعانوا منه او اللي يعانوا منه بزاف، هذا الصمت العقابي انا اقول لك استغليه لصالحك. كيفاش تستغليه لصالحك؟ هاي دويلي كيفاش غادي نستغلها لصالحي وانتي هذا وقلتي لنا باللي هو مر. انا لما خرجت من العلاقه السامه وبديت نتفكر كيفاش عشت، وبديت نسترجع لهذاك اللحظات اللي كنت فيهم، استوعبت أشياء أو أدركت أشياء راني جاية نقولهم لكم بحكم هذه التجربة. فتصنتي لي مليح وسمعي مليح وحلي ودنيك معايا مليح. الصمت العقابي لما يمارسه معك هذا الشخص،
يمارسه، لأنه نقاط ضعفك كامل راهم بين يديه، مسؤوليتك كامل راهي بين يديه هو. لذلك يطبق عليك هذا الصمت العقابي، لأنه راه عارف لما يدخلك في هذا الصمت العقابي راح تتجرجري، راح المشاعرك تهبط، راح تحاولي ترجعي له وترضيه وتبري له اشياء انت يا بالك ما درتيهمش كاع، تبقاي لاصقه فيه، تبقاي موراه. هو راه عارف علاش راه يدير لك هذا الصمت. هدفه الاساسي من الصمت العقابي انك انه يطلع لك مشاعر تاع دايما تبقاي بحاجه ليه، دايما تبقاي انه هو مصدر الامان تاعك، مصدر الامان الاساسي هو. بهذا الصوت العقابي يخليك تحسي بمشاعر، مشاعر احتياج، مشاعر عدم الامان، مشاعر الخوف من الهجر او من الخيانه. يطلع لك واحد المشاعر زفت. يعني عن تجربه راني نحكي لكم، انا لما كان يدخلني في هذا الصمت العقابي كنت نحس انه ما بقاش عندي امان خلاص. كنت نحس انه ما بقاش عندي اللي يغديني بمشاعر الاهتمام ولا مشاعر الحب، ولا نبقى نحس انه خاصني نتغذى على مشاعر، خاصني مشاعر امان، خاصني مشاعر حماية، خاصني. فلما هذه الضحية تدخل في هذه المشاعر واش تدير؟ تبقى مجرجرة موراه، تبقى مركزة عليه، تبقى تعطيه في طاقتها، في اهتمامها، في تبريراتها. وهو هو هذا هو الغرض تاعه، هو ماشي يتغذى من الضحية، من هذه الطاقات اللي تعطيهم له، هذه الطاقات اللي تبين له باللي راهي بحاجة ليه. فهذا هو الغرض من الصمت العقابي. الحل انه تستغليه لما تدخلي في هذا الصمت العقابي، تلاحظي، تكوني كمراقب المشاعر اللي تطلع من هذا الصمت، تطلع لك في هذه اللحظات تاع الصمت العقابي. شهية اسكو عدم الامان راكي تحسي به، اسكو عدم الاهتمام، اسكو عدم الحب، اسكو. فهاد المشاعر اللي تطلع لك تحسيها انتيا وفريها لروحك. اذا كنتي تحسي بعدم الامان وكان موفر لك يعني يشربك ويوكلك وقطع عليه كل شيء، فاكيد هذه رساله ليك باش تنوضي انت تحملي مسؤوليتك. اكيد هذه رساله ليك باش تنوضي تنفضي الغبره على روحك، وتنوضي تحملي مسؤوليتك، وتتعلمي كيفاش تلبي احتياجاتك لروحك. فلما تعلمي كيفاش تلبي احتياجاتك لروحك في هذا النهار تكوني دخلتي في حب الذات نيشان، وتكوني يكون هذا الصمت العقابي لما يمارسه معك اي شخص نرجسي ما يأثرش عليك يعني مهما يدير ما يأثرش عليك اصلا. لما تكوني متحمله مسؤوليتك انتيا وقايمه بروحك انتيا وملبيه كامل احتياجاتك، هاد العلاقات السامه ما توليش سامه. يا اما تخرج من حياتك، يا اما تولي داعمه، يعني يا اما تنقص من حده النرجسيه تاعها. هذه هي الرساله من الصمت العقابي. يعني هذه هي الرساله. انا على حسب تجربتي لانه مكاش بالنسبه لي شيء يعني شيء خاطئ ولا شيء صحيح. فكل شيء نستفادوا منه، خاطئ ولا صحيح نستفادوا منه. فأنا بالنسبة لي لو كان يعني كنت في هذاك الوقت لما كان يطبق علي هذا الإنسان الصمت العقابي، لو كان كنت واعية يعني، وكنت يعني كنت بهذه النسخة اللي يعني فيها، فأكيد كنت راح نستغله وراح نوفر روحي كامل النقائص اللي كان هو ملبيهم لي. فهذه نصيحة إن شاء الله تاخذيها بعين الاعتبار، إن شاء الله تكون فاتك، وإن شاء الله يكون الفيديو يكون خفيف على قلبك. نتلاقوا في فيديو آخر وفي موضوع آخر، ويلا خليتك بخير. سلامة.